السلام عليكم، معكم معتز من قناة زعيم معتز، وعدنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو يا شباب راح نتكلم على تريلر حق فيلم ماينكرافت ماينكرافت. سوت فيلم وراح ينزل في 4 ابريل سنة 2025. بس بصراحة انا الفيلم ما عجبني. الفيلم كتريلر ما عجبني. التريلر زق ومشكوك في امره يعني. الحين راح نستعرض معكم تريلر، وراح اعطيكم رأيي الشخصي اللي صار واضح من بداية الفيديو. وقبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما لا إله إلا. ايش قاعد أقول أنا المهم لا تنسوا تصلوا على النبي وتحطوا لايك على المقطع يعني، وتشتركوا وتحطوا تعليق حلو يعني. أنا ما أطلب أنا مو دايما أطلب لايكات، ادعمونا بليز شباب. المهم خلينا نخش على التريلر ابن وات ذا فاك. دي بدايتها ورب الكعب. خليني ساكت، خليني نكمل التريلر احسن. لا المفروض انا اقول وات ذا هيل. وايش ده؟ وات ده خروف ولا اسفنجة وردية ولا كيف؟ مدري وات. بعدين ابغى افهم انا ليش حاطين شو اسمه هذا حق اكوامان حاطينه انتوا فاهمين يعني. ابغى افهم ليش جايبين ممثل حق اكوامان حاطينه زي اللي في بالكم وفي بالي. وكمان كيف يعني كيف ممثل حق اكوامان يكون كده لابس كده شعر، ولابس كده كانوا باربي وخراف كانوا سفنجة وردية، وجايبينك دب زين. لا نسيت انا زنجي. المهم والله شيء ما والله الصراحة شيء ما يتقبل العقل. وبعدين كيف ده كل كيف مين اللي راح يتفرج الفيلم وهو كده؟ بس نسيت انه مايكروسوفت وحركتها الوسخة دي انهم قاعدين يدعموا ده الشيء. انا اصلا نسيت انهم قاعدين يدعموا انتوا فاهمين، يدعموا هذوك الاشخاص. لا اله الا الله، ما اظن اني راح اتفرج الفيلم ابدا بما انه فيه ذا الشيء. وانا انصح يلي عنده اخوان صغار او اولاد انه ما يخليه يتفرج ذا الشيء، انه ممكن يحبون شخصية هذا ما ابغى اقول اسمه، لانه لو قلت اسمه راح ابلع علامة صفرا. انتوا تدروا سياسة يجيب الحشاشة ايش خاش ومدري ايش. يا عمي كل زق انتوا. دول الجماعة لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم خلونا نكمل التريلر. لا هنا الصراحة عجبتني بيجلن. قاعد وقت دقيقة. بيجلن قاعد يمتطي شو اسمه هذا القاست. بس والله فكرة مدري كده. هل الفيلم بيكون كده متعلق بتحديثات قادمة ماينكرافت؟ ممكن اسوي فيديو تاني تحليلات يعني كده بتحريات، اذا ممكن في شيء كده ملفت يعني كده ممكن يضيفوه في التحديثات الجاية. بس يعني والله عجبتني الفكرة يعني انه شو اسمه البيجلن يستخدم الغاز في الطيران. وواضح انا واضح انه من دي اللقطة انه الاعداء في الفيلم راح يكونوا هم البيجلنز من النذر يعني كذا. شخصية النذر هي راح تكون البيجلينز والويدر سكيلتون والجاست، ودول الجماعة، دول الشلة يعني. المهم خلينا نكمل التريلر. دقيقة، احنا من متى نستخدم مطرقة عشان نسوي ادوات في الكرافتنج تيبل؟ لا وكمان شوفوا مين قاعد يسويها. دورة قاعد تسويها. لا اله الا الله. انا ما اظن انه راح ينجح ده الفيلم. دقيقة بالله خليني اشوف كم اخذوا كم الميزانية اللي صرفوها على ذا الفيلم. خليني اشوف. 2 hours later. شباب انا ما راح اقول لكم الرقم، انتوا شوفوا قدامكم. هذا رقم قدامكم. يب حرفيا صرفوا على جد الفيلم 150 مليون دولار. انت تعرف ايش معناه 150 مليون دولار على فيلم زي كده؟ حاطين لك فيه وحاطين لك فيه مدري كده. ليه؟ انا ابغى افهم ليش
ما جابوا شخصيات، ليش ما خلوا شخصية انيميشن؟ كانوا يقدروا يجيبوا يعطوا سيناريو مثلا يعطي السيناريو لفليكس، وفليكس يسوي حرفيا والله افلام فليكس احسن منه ب1000 مرة. او كانوا يقدروا يجيبوا السيناريو يعطوه شو اسمه، يعطوه شو اسمه ب... في يوتيوبر نسيت اسمه، بلاك بلازما ستوديو، كانوا يقدروا يعطوهم السيناريو وهم يسووا لهم فيلم اسطوري. مو حتة العفن ذي. المهم خلونا نكمل تريلر لانه قريب يخلص، وادري انا حتقيأ في اخر الفيديو. Anything you can dream about here, you can make. والله نايس، في قرية وفي حركات، في بركات، في قرية وفي قصر كده فوق الجبل حق القرية. وكمان لما انكسر الشجر حرفيا راح تاخذ الايتم زي ما تاخذ في ماينكرافت كده، الايتم يطفو. بس انا ابغى افهم ليش الشخصيات كانوا بشر، ليش لما يدخلوا شو اسمه البوابة ما يصيروا كده لاعبين ماينكرافت، ما يصيروا مربعات. ابغى افهم ده الشيء. وكمان البيجلين شكله مقرف يا عمي، قل لي بس بالله هذا شكل، بالله هذا شكل قل لي بس مقرف يا عمي. لهذا لو توريه لابنك او اخوك الصغير بيشخ عليك في الليل يقول لك ايش ده، ايش وريته، الله يقطع ابو شكلك، لا اله الا الله. يا خرا شنو هذا؟ ما ادري الصراحه المخرج او الكاتب او ما ادري ايش من فريق التصوير ايش كانوا شاربين لما خطرت في بالهم فكره حقت الفيلم. لا صار في لك عليه 150 مليون دولار على لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما اظن ان الفيلم راح ينجح، ما اظن انه في نسبه كبيره من الناس راح تتفرجوا الا بعض الجماعه يعني. يعني انتوا تعرفوا هذول الجماعه، ما نبغى نقول اساميهم صح. يوتيوب ما راح تعطينا يعني علامه صفراء لو قلنا اسامي هذا، او اقول لك كل زق ما راح اقول اسمي، ما راح اضحي. المهم شباب ده الفيلم ما راح ينجح، راح يشوفوه بس فئة قليلة. حتى لو حبيت تشوف الفيلم شوفه لحالك ولا تشوف مع واحد صغير حرفيا، لانه لو حب هذيك الشخصية ممكن يسوي زيها. انت تتوقع شيء لانه الاولاد الصغار في ذا العمر لو يشوفوا اي شيء حرفيا لما يعجبهم اي شيء بيحاولوا يقلدوه، يحاولوا يسوون نفس الشيء. انا مثلا لما كنت صغير لما كنت اشوف حركة النينجا كنت مدري هو المهم لو تبي تشوف الفيلم لا تشوفه لحالك ولا تشوف مع لا تشوف اخوك الصغير معاك. اوكي خلونا نكمل التريلر خرا. Who are you? I am Steve. Okay. This guy is such a tool bag. شوف شكل كريبر عجبني، كريبر نايس. الندر عجبني. بس يلا خذ لك دب لابس تيشيرت ازرق، لحيته بيضة، في الاخير ايش ام ستيف. كل زق جايبين دب يقولك ستيف. يا عمي ستيف شباب، ستيف يمثل الرجولة، لحيته بنية، شعره بني كده، يقولك هذا ستيف. لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت لكم يا شباب من الاخير هذا الفيلم ما راح ينجح من الاخير. لا حاطينك فيها ستيف دب والشخصية بشرية، ما المفروض الشخصية تكون مربعة، شخصية بشرية في عالم مربعات. لا اله الا الله. المهم شباب الى هنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكون دي فكرة جديدة من نوع ده من الفيديوهات يكون عجبكم، لاني راح اكتر منه في المقاطع الجاية في القناة. وكمان تنويه يا شباب اني راح اسحب على القناة لمدة 10 اشهر كاملة. تعرف ايش معنى 10 اشهر كاملة؟ عشان كده شباب لا تنسوا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وتحطوا لنا لايك وتحطوا لنا اشتراك. ورأيي الأخير عن الفيلم هو وبس. كان معكم معتز، مع السلامة.